قصة النهاردة بعنوان شجرة الأماني. يحكى أن أخوين عاشوا في قرية هانئة وادعة. كان أحدهم ذا مال كثير وعقل راجح، بيواسي الفقراء بحلال ماله، وبيصلح بين المتخاصمين بصواب رأيه. بيحب الناس والناس بتحبه، وبيودهم وبيودوه. أما الآخر فكان على الرغم من فقره وقلة ذات يديه أبلها أحمق، وتوج ده كله بحسد أخيه رغم إحسانه إليه. وكان حلم حياته إن هو يضاهي أخوه ده مالاً وعقلاً. وفي ليلة من الليالي نام الحسود، وشاف في منامه إن هو في مغارة، وماشي في المغارة دي لغاية ما اتكعبل في فانوس. فحك الفانوس ده فخرج له منه مارد عظيم، وقال له: شبيك لبيك خادمك بين إيديك، سل تعطى ومر تطع. فالحسود قال فوراً: أريد أن أضاهي أخي. فالمارد قال له: إنما جعلت لتحقيق الأماني من الأشياء، لا لإسداء النصائح. ولكن في البلد الفلاني جبلاً أجرد، لا ماء ولا نبات فيه، اللهم إلا شجرة في قمته تسمى شجرة الأماني، فإذا كان الصباح فاذهب إليها فسترشدك. ولما الصبح جه أخد الحسود زاده وتوجه بسرعة للشجرة، عايز يوصل لشجرة الأماني بأسرع وقت. وهو في الطريق قابل ضبع، فسأله الضبع عن وجهته، فقال له إن هو رايح لشجرة الأماني علشان عندها إجابات لكل الأسئلة. فالضبع قال له: هل لك أن تسدي إلي معروفاً؟ فالحسود قال له: على الرحب والسعة. فالضبع قال: سل شجرة الأماني عني، فإني أصيد كثيراً وآكل طري اللحم وأشرب عذب الماء، ورغم هذا فإني نحيل الجسم ضعيف على ما ترى. فالحسود قال له: سأفعل. وكمل في طريقه يطلع جبل وينزل وادي، لحد ما وصل لبستان كبير وصاحبه كان واقف، فألقى عليه السلام ودار بينهم حوار. وسأله صاحب البستان عن وجهته، فقال له إن هو رايح علشان يقابل شجرة الأماني اللي بترشد الناس وبتجيب عن الأسئلة. فالبستاني قال له: هل لك أن تسدي إلي معروفاً؟ فالحسود قال له: على الرحب والسعة. فالبستاني قال له: سل شجرة الأماني عن حال بستاني، فإني أعمل فيه ليل نهار، أنكش تربته وأحنو على غرسه، ولكنك كما ترى شجره هزيل وثمره قليل. فالحسود قال: سأفعل. وكمل في طريقه بيستقبل قرية وبيودع أخرى، لحد ما وصل لقصر مشيد كثير القباب يناطح السحاب. وصادف عودة الملك من رحلة صيد، فطلب الملك من حراسه إن هم ينظروا في أمر الغريب ده. ورجعوا للملك وقالوا له بقصة الحسود ووجهة سيره. فطلب الملك من حراسه إن هم يحضروه، واختلى بيه وقال له: هل لك أن تسدي إلي معروفاً؟ فالحسود قال له: على الرحب والسعة أيها الملك. فالملك قال: إني كما ترى جندي كثير وملكي كبير، ولكن الناس لا تهابني كما تهاب الرعية الملوك، فسل شجرة الأماني عن السبب. فالحسود قال له: سأفعل. وقبل ما شمس اليوم ده تغيب كان قدام الجبل الأجرد، فرفع نظره لقمة الجبل فإذا بشجرة وحيدة في قمته، فعرف إنها شجرة الأماني. نسى تعبه لما لقى ضلته، وطلع الجبل كأنه بيطلع سهل مش بيطلع جبل، وقال: السلام عليك يا شجرة الأماني. فالشجرة قالت: وعليك السلام أيها الإنسان. فالحسود قال: جئت إليك أحمل أسئلة كثيرة، بعضها لي وبعضها للناس. فالشجرة قالت: عد بأدراجك فإني سأنطق على لسانك حين تدرك صاحب السؤال. فرجع الحسود ووصل لقصر الملك، واستأذن الحراس إن هو يدخل على الملك، وقالوا له إن هو في انتظاره من أيام، وأخدوه لي بسرعة. وطلب الحسود إن هو يختلي بالملك، وقال له: أنت أيها الملك امرأة، لما مات ملك البلاد وقف الطائر على رأسك، فبايعك الناس بالحكم كعادة أهل البلد، فغيرت هيئتك ولكنك لم تغير طبعك. فالملك قال له: لا يعلم بالأمر إلا أنت، فابق معي تتزوجني ونحكم معا هذه المملكة. فالحسود قال له: لا، فأنا أريد أن أضاهي أخي. ومشى في طريقه أيام لحد ما وصل للبستاني، ولقاه منتظره على أحر من الجمر. فقال له: أيها البستاني، إن في بستانك شجرة زيتون معمرة، تحتها كنز تحرسه حية، وهي سبب ضعف شجرك وقلة ثمرك.
وفعلا أخد البستاني الفاس بتاعه وتوجه للشجرة وقلب تراب الأرض لحد ما لقى الحية وقضى عليها وطلع الكنز. وقال للحسود: ما رأيك أن تعيش معي هنا فنعمل معا، فكما ترى البستان كبير والمال كثير. فالحسود قال له: لا، فأنا أريد أن أضاهي أخي. ومشى في طريقه يطلع جبل وينزل وادي لحد ما وصل للضبع ولقاه منتظره، وحكاله اللي حصل مع الملك والبستاني. وبعدين قال له: أنت أيها الضبع مريض، ودواؤك أن تأكل إنسانا أحمق. فقال له الضبع: عرض الملك عليك الزواج فرفضت، وعرض عليك البستاني شراكته فأبيت، وإني والله لئن طفت الأرض ما وجدت أحمق منك. فانقض عليه وأكله. وبس كده. قولوا لي إيه رأيكم في قصة النهاردة؟ أشوفكم مع قصة جديدة بحكاية جديدة. أعاننا الله وإياكم.